السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ عواشركم مبروكه، وان شاء الله يا ربي يدخل عليكم شهر رمضان وانتم في احسن الاحوال. بغيت نشارك معكم اليوم التحضير ديالي ديال السلو اولا السفوف اللي نحضروا بطريقه صحيه. نصاوبوا هنايا بالدقيق ديال الشعير. ها هو عندي بحال هكذا، هذا الدقيق ديال الشعير ممكن تصاوبوه غير في الدار. تشدوا الشعير اولا الزرع، تغسلوه تنقيوه وحتى ينشف وتحمروه غير في الطاجينه ولا في المقله فوق البوطه حتى يولي اللون ديالو بحال هكذا، وتديوه للرحه ولا المطحنه هو اللي غادي يطحنوا لكم، وتقولوا له بلي غادي ديروه يعني طحان ويتغربل باش يتحيد منه داك السفه وصافي. على هذا الشكل هذا انا هنا غادي نستعمل كيلو ديال الدقيق، وانتم تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتو، ممكن تستعملوا نص كيلو اولا تستعملوا اكثر على حساب الافراد اللي عندكم. في المقادير الاخرى غادي نحتاجوا هنايا اللوز. عندي هنايا كيلو ديال اللوز، درت هنايا واحد نص كيلو بحال هكذا غير مهرمش، وعندي نص كيلو الاخر. نطحنوا الطحنه الاولى، الطحنه الثانيه نزيد فيه واحد المعلقه ولا جوج معالق كبار ديال زيت العود حتى يطلق لنا بحال هكذا الزيت ديالو باش يعاوننا في التخلاط ديال السلو. عندي هنايا القوقاو اللي حتى هو نحمرو بالقشره ديالو، ممكن تستعملوا هذا اللي القشره ديالو حمراء، ممكن تستعملوا النوع الاخر اللي يجي مسلوق بحال هكا مقشر. حتى هو النص، درت هنا نص كيلو، النص ديالو غادي غير هكا نهرمشوه، والنص الاخر غادي نطحنوه حتى يطلق الزيت ديالو. عندي ايضا هنايا واحد رابعه تقريبا ديال زريعه الكتان. عندي واحد قريب كيلو ديال الجنجلان، حتى هو نطحنوه مزيان. الطحنه الاولى، الطحنه الثانيه نزيدوا له واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود حتى تخرج منه بحال هكذا الزيت، ونخليو واحد الكميه غير بحال هكذا. بطبيعه الحال هذا راه غادي نحمروه، غادي نحمرو شويه غير على ما يطلق لنا ديك الريحه ديالو باش ما يجيناش مر في السلو. واحد الكميه نخليوها غير نديروها بحال هكذا صاينه، ما تش نطحنوها. غادي نحتاجو واحد 3 ديال المعالق كبار ديال حبه حلاوه، 3 ديال المعالق كبار ديال النافع. عندي هنايا واحد معلقه كبيره عامره مزيان ديال القرفه، وواحد القريصه ديال الملح. وبطبيعه الحال باش نجمعوا هاد المكونات غادي نحتاجو زيت العود، وغادي نحتاجو العسل. ما ندخلوش نهائيا الزبده اولا السكر داك الكلاصي ولا بعدوا عليه. زيت العود بزاف ديال النساء اللي يخافوا يخلطوا بها السلو يقول لك تجي حاره فيه ولا تعطي شي مذاق، بالعكس يجي السفوف ديالها زين وصحي بزاف. من الاحسن تستعملوا زيت العود. اول حاجه غادي نبداو بالنواشف. عندي هنايا هاد البول غادي ندير فيه الدقيق، نزيدو عليه زريعه الكتان، نديرو حتى اللوز مهرمش باش يجيونا ساهلين في التخلاط، ما نخلطوش الحوايج اللي ناشفين مع الحوايج اللي مطحونين مزيان. غادي ندير حتى هذا القوقاو اللي هرمشناه، نزيدو هاد الجنجلان النافع، حبه حلاوه، قرفه، واحد القريصه بحال هكا ديال الملح، ما نكثروش. بسم الله. غادي نخلطوا كلشي مزيان. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ديال السلو. انايا كنت نديرو بالدقيق ديال الذره، وبعض المرات نديرو بديال القمح، ولكن ديال الشعير يجي زوين بزاف ويجي لذيذ، وحتى الماكله ديالو تجي خفيفه صحي بزاف. الشعير راه الفوائد ديالو راه كلشي يعرفها. غادي نزيدو هاد القوقاو اللي طحناه بحال هكذا، شفتو ها هو حتى يطلق داك الزيت ديالو. غادي نزيدو اللوز. ها نتوما شوفوا، هذا يسهل علينا التخلاط ديال السلو باش ما نديروش الزيت بزاف، وباش ما نديروش حتى العسل بزاف يجي حلو بزاف.
هذا راه جنجلان، انا غلطت قلت لكم اللوز جنجلان، حتى هو راه فيه الزيوت ديالو. من الاحسن ملي تشريو اللي يكون بلدي، هو راه فيه التنقيه ولكن راه صحي على الاخر، راه محيدين منه الزيوت ديالو. يقول لك هذاك اللي من الاخر اللي محيدين منه الزيوت راه منقي، غادي تجيبيه للدار تغسليه، داك الوسخ كامل والحجر غادي يتحيد ويجيك ساهل في التنقيه، ويتحمر غير شويه كما قلت لكم، ما تحمروش بزاف لان سلو يجي فيه المذاق ديال المروره ملي تحمروا الجنجلان وزريعه الكتان بزاف. هذا اللوز حتى هو راه غسلته ودرته في الفران كان ينشف، فين ما نسخن الفران اولا نطيب الخبز نخشي هذاك اللوز ونقص له العافيه حتى التالي، ما تحمرش بزاف وخليته بالقشره ديالو. هو اللوز والقوقعه بقاو بالقشره ديالهم، لان حتى هي راه عندها الدور ديال هذيك القشره، وحتى هي راه فيها بزاف ديال الفوائد. ما تحمروش الحوايج حتى يتحرقوا باش ما يعطيوكمش داك المذاق المر. غادي نحاول نعجن هاد دوك النواشف اللي درنا في الاول مع هاد اللوز والجنجلان. من الاحسن تستعملوا شي حاجه اللي كبيره باش ما تغبنكمش في التخلاط، لان السلو يبغي يدليك مزيان باش يجي معلك. خلطت هنايا المكونات اللي عندي كاملين، ولكن جاني البول شويه صغير ما غاديش يتخلط لي مزيان. غادي نقسم الخليط على جوج ونخلط كل جهه بوحدها بالعسل والزيت هكذا باش نتحكم فيه ونقدر ندلكو مزيان باش يجي مالك. غادي نبداو بهذا، بسم الله. نديرو زيت العود، ندير اليوم والعسل يبقى على حسب الذوق ديالكم، اللي يبغيه حلو غادي يزيد شويه، اللي يبغيه شويه مسوسه ولا غادي ينقص. الحلاوه تبقى على حسب الذوق، والزيت الكميه اللي المهم على حسب باش يتجمع لكم الخليط ديالكم، ما يجيش ناشف بزاف وما يجيش ميت معاود بزاف. انا يبان لي راه هو هذاك مزيان، لان غادي عاد نزيدو العسل، يعني تقريبا بحال هكذا كاس جاني في هذا النص ديال الخليط. كما تعرفوا السلو راه يبغي يدليك، يبغي الخدمه باش تجي فيه ديك التعليكه وباش المكونات كاملين يندمجوا مع بعضياتهم. هانتوما شوفوا انا درت فيه العسل والزيت القياس اللي يتجمع هكذا مزيان. جا المذاق ديالو والله الا رائع، نتمنى انكم تجربوه وما غاديش تندموا الا جربتوه، حتى الوليدات راهم ذاقوه عجبهم. الشكل النهائي ديال السلوى ولا السفوف هو هذا، جا زوين في المنظر وفي المذاق. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك وبالتعاليق الزوينه، والفيديو الجاي ان شاء الله.